الحواجب نوعين عادة، خفيفة أو كثيفة. الخفيفة اللي هي الجلد يكون عادة ظاهر من تحت شعر الحاجب، والكثيفة اللي هي الجلد عادة ما يكون أبدا واضح، يكون الشعر مغطي الجلد بشكل كامل. أنواعهم تتشابه عادة، يعني أنواع الحواجب الخفيفة وأنواع الحواجب الكثيفة تعتبر هي نفسها، بس اللهم الفرق هنا حواجب أخف وهنا حواجب أكثف. وكل واحدة مع الشرح راح تعرف إيش النوع اللي تندرج تحت حواجبها. الحواجب الخفيفة رقم 1 متناثرة ومتفرقة وعريضة، نفس الشيء تكون في حواجب كثيفة ومتناثرة ومتفرقة وعادة تيجي عريضة. يعني كيف؟ يعني يكون الحاجب الشعرات مرة رقيقة رقيقة بتشوف الجلد من تحتها، لكنها متناثرة ومتفرقة وتعطي شكل كأنه الحاجب عريض وهو أصلا الجلد واضح. الحاجب الكثيف يكون مغطي الجلد بشكل كامل وكثيف وعريض، يعني الشعرة نفسها سميكة لدرجة إنه ما بنشوف الجلد من تحتها. نجي للنوع الثاني اللي هو الحواجب الخفيفة المتجمعة والكثيفة المتجمعة اللي تعطي شكل إنه نحيف الحاجب. يعني مثلا قد يكون الشعر رقيق جدا بس متجمع كله، يعطي إيحاء إنه الحاجب كأنه خط أو نحيف، بس برضو بنشوف الجلد من تحته. لكن الحواجب الكثيفة تكون متجمعة ونحيفة لكن ما بنشوف الجلد أبدا، يعني يكون الجلد مغطى بشكل كامل، برضو نفس العريضة. والنوع الثالث اللي هو آخر نوع الحواجب المتلاشية، يعني مختفية، بيكاد إننا نشوف الشعرات واضحة، يعني يكون الحاجب الشعر ما هو واضح بس الجلد هو اللي واضح أكثر، يعني كأنه ما في شعر. يجي منها برضو نوعين، نحيف وعريض. يعني مثلا قد تكون متلاشية وخفيفة في شعرات متفرقة وكأنه الحاجب عريض بس أصلا الشعر خفيف جدا. نفس الشيء قد تكون متجمعة بشكل نحيف وهي أصلا مش واضحة والجلد واضح أكثر. برضو في نوع متلاشي، بس إيش الفرق؟ اللهم إنه الحاجب الكثيف يكون بالنص وبداية الحاجب ونهاية الحاجب تكون خفيفة، يعني الكثافة فقط بالوسط، يعني بداية الحاجب مختفية، يعني تكاد إنها ما تبان الشعرات، أو النهاية تكون مختفية وما تبان الشعرات. يعني برضو يجي في أنواع تيجي كثيفة من البداية ولين النص وبعدين بالطرف يختفي الشعر، يعني برضو تندرج تحت الحواجب الكثيفة. أو إنه يكون العكس، تكون النهاية كلها كثيفة وبداية الحاجب ما فيها أي شعر، يعني مرة مختفية بالكاد إنه يبان. هذه تقريبا كل أنواع الحواجب. الحين حنشوف أمثلة عن كل نوع وحنعرف كل درجة إيش يبغى لها صبغة. الحواجب أول شيء الخفيفة اللي هي 3 أنواع متناثرة، عريضة ومتجمعة ونحيفة ومتلاشية غير واضحة سواء عريضة أو نحيفة. هذا نوع حواجب خفيف بنشوف الجلد من تحته منثور، طبعا هنا هي كمان منظفة ولا هو أصلا حواجبها خفيفة ومتناثرة، بس إنه الحاجب أصلا عريض. هنا برضو حواجب خفيفة ومتناثرة، بس تعتبر عريضة بغض النظر عن شطوة، لأنه قد تكون في حواجب كثيفة ومشطوبة لأن هذا من الزمن ما لها دخل. هنا برضو تشوفين الجلد من تحت، معناته الحواجب تندرج تحت الخفيفة المتناثرة العريضة. نجي للحواجب النحيفة اللي تكون كلها بسايد واحد، يعني بغض النظر سواء كان في شعر فوق أو في شعر تحت لأنها هي هنا منظفة، بس إنه الشعر كله خفيف لأنه الجلد واضح. نفس الشيء هنا حواجب خفيفة متجمعة أو نحيفة، هذا النوع الثاني. النوع الأخير اللي هي متلاشية أو ما بنشوف شعر قد ما إحنا نشوف جلد أكثر، سواء كان عريض الشعر أو متناثر أو إنه متجمع بسايد واحد ونحيف. هذه 3 أنواع للحواجب الخفيفة. نجي لأمثلة الحواجب الكثيفة اللي هي النوع الأول متناثرة متفرقة وعريضة، يعني تقريبا زي كذا. الحاجب يكون عريض وواضح إنه ما في جلد باين تقريبا، يعني أو إنه يكون زي كذا، يعني صبغوه فتحوا لونه ونظفوه بس برضو واضح إنه الجلد متغطي، يعني الحاجب لسه كثيف. أو يكون زي كذا، يكون الشعر مغطي أغلب الجلد وحتى بعد التنظيف باين إنه الشعر كثيف وعريض. النوع الثاني اللي هي متجمعة ونحيفة،
يعني تكون الحواجب كثيفة بس إنها متجمعة بالنص، كله شعر والأطراف الشعر يكون مرة خفيف. كمان هذا يعتبر من الحواجب الكثيفة والنحيفة، وهذا كمان يعتبر من الكثيف في البداية ومتلاشي بالنص لأنه هنا راسمته باين. وآخر نوع اللي هو متلاشي من البداية والنهاية، زي تقريبا هذه الحواجب تحس إنه في كثافة بالنص وبالبداية نحيف، بالبداية خفيف قصدي، وفي النهاية خفيف ومتلاشي برضو. نجي لدرجات صبغة الحاجب الكثيفة. بالأول الحواجب الكثيفة كل ما كان لون شعرك أشقر رمادي كل ما تستخدمين أرقام صبغة 0 0، أفضل من إنك تاخدين 13 لأنه هذه تنفع للي شعورهم شقرة خرنوبي، اللي مش على رماديات عادية، شعور الشقار العادي أو الشعر البني الفاتح أو البني المتوسط أو البني الغامق. لكن إذا كنتي تبغين شعر حواجبك يصير زي شعرك الرمادي، يفضل انك تاخدين هذه الدرجات عشان ما يعطيكي على حمار الحاجب. اذا شعر حواجبك كثيف حيضرب على حمار اذا اخذتي درجات زي كده، لكن ما حيضرب على حمار اذا اخذتي على 0 0. يفضل انك تبتعدي عن درجات الرماديات لانه صبغ الحاجب بدرجات الرمادي حيخليه مايل للاسود، ما حيفتح لك مصر. الاكسجين كل ما اخذنا درجة اقل كل ما غمق الحاجب، كل ما أخذنا درجة أعلى كل ما فتح الحاجب. يعني 20 حيفتح لي الحاجب أكثر من 10، 30 حيفتح لي الحاجب أكثر من 20، وهكذا. بس أنا أفضل الحواجب 10 20 ما تتعدين أكثر. الصبغات هنا كمان كل ما زاد الرقم، يعني 4 5 6، إيش يعني؟ يعني 4 حيكون أغمق من 5، حيعطيكي درجة بني متوسط إلى غامق، لكن 5 حيعطيكي بني متوسط إلى فاتح، هنا 6 حيعطيكي بني فاتح. يعني كل ما طلعت في الأرقام أكثر كل ما حيفتح معك اللون أكثر شعر الحاجب. نفس الشيء درجات 13 اللي هي الأشقر البلوند العادي الآش، كل ما زاد الرقم كل ما حيفتح حواجبك أكثر، كل ما نقص الرقم كل ما حيغمق حواجبك أكثر. تقريبا أنا هذه أغلب الدرجات اللي أحبها، أكتر رقم أستخدمه اللي هو 0 0 4. طيب بالنسبة لهذه الدرجة اللي هي درجات الرمادي اللي هي الأرقام اللي تجي على 17، يعني 6 على 17 7 على 17 8 على 17، هذه كلها درجات طفي يعني أشقر رمادي. طيب إيش نستفيد منها؟ ليش أنا أستخدمها؟ أنا أستخدمها بعد ما أشقر إذا الحاجب سميك وفيه شعر أصفر أقدر أطفي فيها، أستخدمها كطفي. بس إيش أخذ منها جزء بسيط وأخلطه مع اللوشن عشان أطفي الشعر اللون أصفر. طلعين درجة حواجبك، كل ما كانت حواجبك أخف كل ما حتاخدي درجة أغمق عشان تغطي لك الجلد وتصبغ لك الحاجب. كل ما كانت حواجبك أكتف حتاخدي رقم أكبر عشان تفتح لك الحاجب. يعني مثلا إذا صبغتي بال8 حيكون أفتح من لو صبغتي بال7، حيكون أفتح بال7 لو صبغتي بال6 أو ال5 وهكذا. يعني أنت تحددين على حسب كثافة حاجبك. الحواجب الكثيفة العريضة حتحتاج درجات 8 10 7 6، وعلى حسب الكثافة طبعا. كل ما صغر الرقم كل ما غمق الحاجب، كل ما زاد الرقم كل ما فتح الحاجب. خلاص عرفنا كيف نختار إذا الشعر أشقر أو بني، عرفنا إيش نختار لو كان شعر رمادي، عرفنا إيش نختار درجة أو رقم لو كان الشعر كثيف، وعرفنا إيش نختار رقم لو كان الشعر خفيف. شعري خفيف، درجتي 4 0 0، شعري خفيف إلى متوسط، أبغى يطلع بني ما أبغى يطلع لي غامق مرة، وأبغى يلقط على الجلد. آخذ فقط ملي مقدار اللي حستخدمه، أوكي؟ يعني مثلا على قد هذا الملي
حاخد نفس الكمية أكسجين. أنا هنا جهزت الأكسجين رقم 10 عشان أنا حواجبي خفيفة وما أبغاها تصير فاتحة مرة. نفس الكمية حاخدها أكسجين أو أقل شوية. إذا قللت الأكسجين حيمسك معاك اللون أكتر وحيغمق أكتر. إذا زاد الأكسجين حيفتح معاك أكتر وما زاد الأكسجين حيفتح معاك أكتر وما راح يلقط على الجلد. هذه الكمية كل ما تبغي تغمقي كل ما تنقص أكسجين، وكل ما تنقص أرقام عشان يطلع لك اللون أغمق. يعني أنا أخذت 4 عشان غامق إلى متوسط، وأخذت أكسجين 10، وما أخذت مكيال كامل عشان أبغى الحاجب يصير متوسط إلى غامق. أخذ رقم مثلا فاتح زي 10، تبغى حواجبها تفتح مرة، هي حواجبها كثيفة كثيفة كثيفة. يعني إيش هتسوي؟ حتاخدين مثلا ممكن تاخدين 10 بس تاخدين المقدار كامل، يعني الغطا هذا صبغة ونفسه أكسجين. أو مثلا أخذتي رقم 6، لنفرض إنه حواجبك وسط، يعني عندك شعر مش غامق مرة مش فاتح مرة، وفي نفس الوقت مش كثيف مرة. يعني رقم 6 بيغطي لك الفراغات وفي نفس الوقت بيفتح لك شعر حواجبك. هتخلطين نفس الشيء، نفس الملي صبغة ونفس الملي أكسدين يطلع على الجلد. تاخدين 10. إذا تبغينه يصبغ الشعر يفتح أكثر من إنه جلد، يعني يعطيكي انطباع إنه حاجبك أصلا أشقر، تاخدين الكمية كاملة أكسجين 20. في حالة شعر حواجبي كثيف وصبغت بهذه الصبغة خلاص احتمال إنه خلاص أكتفي وتطلع حواجبي كويسة إذا اختياري للرقم كويس ومناسب لدرجة حواجبي ودرجة شعري. لكن إذا حواجبي خفيفة احتمال إنه هذا ما يعبي لي الجلد، فإيش أسوي؟ أحتاج صبغة زي كذا. فإذا كان شعري فاتح أخذ هذا الرقم اللي هو جاي على أزرق، الكل يعرفه موجود بالصيدليات. أو شعري أسود وحواجبي مرة خفيفة أحتاج هذا الرقم، وما أفضل كثير لأنه مرة مايل للأسود ويطلع غامق. أنا أفضل هذه الدرجات، أعطيكي بني إلى بني متوسط إلى بني غامق إذا خليتيه فترة أطول. فهذه الدرجة أفضل بكثير اللي عندها فراغات وشطبات في حواجبها. والحين بوريكم كيف نفس الطريقة، الكمية بالملي. يعني إذا أخذت تقريبا هذا ما تكثري منه البودرة لأنه ينفش، يعني تقريبا نص الملي هذا لو حطيته أخذ الملي كامل موية. هذا تنخلط بالموية ما تنخلط بالأكسدانت. يعني هذه عكس الصبغة العادية، نص الكمية بودرة الكمية دبل موية. يعني هذه الكمية اللي أخذتها الملي هذا أخذ ضعفه موية، ممكن ضعفه أو ضعفين، يعني احتمال إنه هذه واحدة ما تكفي، احتمال 2. يعني بخلط الحين الكمية عشان تشوفون كيف ممكن يصير سائل إلى كريمي مش ناشف. أوكي، هذا واحد، وحبدأ أخلط يصير سائل إلى كريمي زي كذا، مش أثقل ومش أخف. هذا أعد فيه الفراغات فقط، الأماكن أقدر أستخدم الفرشة وأقدر أستخدم عواد الأذان، لكن الفرشة حتكون أعد الحاجب من الأول للأخير فقط أطراف الحاجب عشان يعطيني شكل أمبري أو المكان اللي فيه ضربة فقط. وإذا حابين إنه يكون ثابت أكتر نقدر نستخدم معاه مثبت اللي هو زيت الحنة، يجي كذا شكله. يعني هذا ممكن من فترة لفترة الواحد يستخدم، لكن دائما كثير يأثر. بعض الناس يسبب لهم حساسية ويخرب لهم الجلد وممكن يطيح الشعر. نيجي للتشقير. لما تكون الحواجب كثيفة هناخد عيار الأكسدانت رقم 20، ولما تكون الحواجب خفيفة هناخد عيار الأكسجين رقم 10 عشان ما يتحسس الجلد. فيعني نحدد الأكسدانت على حسب درجة وكثافة الحاجب. إذا كان الحاجب خفيف أفضل إني أخلط مع البودرة، يعني مثلا مكيال واحد بودرة بلندر مع نص مكيال بودرة أطفال.
عشان يخفف من قوتها وما يتحسسهم مضبوط. وكمان زي ما خففت البودرة أقدر أخفف الأكسجين، يعني أنا حواجبي خفيفة يمكن كمان العشرة حتى قوي عليها، فإيش أسوي؟ أخفف كمان الأكسجين العشرة باللوشن وأخلط مقدارين من الأكسجين كاملة واخلطهم مع بعض. إذا صار أثقل من كده ما راح تقدري ترسمي فيه، فكل ما يكون شكله كريمي كل ما يكون أسهل في التحديد رسم الحاجب.